Assalomu alaykum. Hammalarning vaqti xayrli bo'lsin. Four. Bread. Five. Grandma. What is this? Six. Grandpa. Listening 25. Listen and write. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك
وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم
أستغفر الله 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 سبحان 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 الله الحمد لله 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 الله أكبر 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رحمت هممزنا Allah sizni meni hemşe kirgenimlerini aziz kılsın inşallah.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sur Şuara'nın 105. ayetinden 122. ayeti boğayanın tefsiri. Bu Nuh aleyhisselamның qıssası bo'lib, Nuh aleyhisselam qavmini 950 yildan da'vat qilgan bo'lsa-mu, uning qavmidan intayin asli odam iymon etgan. Ko'plar uning payg'ambarligini inkor qilgan. Alloh taolo Nuh aleyhisselamның qavmi haqida Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi degan. Chunki barliq payg'ambarlar aqida, axloq qatorliq asosli masalalarda o'rtoqlikqa ega bo'lib, ularning shariatlari har xil bo'lsa-mu, aqidasi bir xildir. Şuna ulardan birer narsani inkar qilganlik, jami payg'ambarlarni inkar qilganlik bo'lib hisoblanadi. Chunki har bir payg'ambar o'z qavmini jami payg'ambarlarga iymon keltirishga chaqirgan. Kullu amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Ya'ni ularning hammasi Allohga va uning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Uning ustiga bu payg'ambarlarning hammasining da'vati iboratni Alloh taologa qilinglar. Butlarga cho'qinmanglar deyishdan iborat bir xil da'vat edi. Nuh alayhissalomning qavmi uni va uning dinini inkor qilib, barcha kuchi bilan uning da'vatiga qarshi chiqqanda, u qavmiga vaz nasihat qilib, ularni haq dinga da'vat qilib, "Ey qavmim, sizlar Alloh taolaning payg'ambarini va dinini inkor qilishning oqibatidan qo'rqmamsizlar? Alloh taolaning jazolashidan qo'rqmamsizlar? Sizlarni yo'qdan yaratib, turli rizqlarni berib turayotgan Rabbinglar Alloh taolani qo'yib, qo'lidan hech qanday ish kelmaydigan butlarga cho'qinamsizlar? Halbuki Allah Taala sizlarningmi ajdodlaringlarning Rabbi tursa, uni qo'yib qandoqlarcha bu saxt ilahlarga cho'qinsizlar? Ey qavmim, men sizlarga Rabbinglar tarafidan avatilgan rostchil, ishonchlik elchiman. Men sizlarga yolg'on aytganim yo'q. Men faqat Rabbimning elchiligini yetkazgan bir payg'ambarman. Shunga sizlar Alloh Taologa osiylik qilishdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar. Sizlarning meni inkor qilishinglarga hech qanday sabab yo'q. Chunki men sizlarning oranglarda o'sib yetilgan, hammanglarga tunishliq bir odamman. Sizlar mening rostchiligimni, axloqimni, kelib chiqishimni va hamma taraflarimni obdan bilasizlar. Men sizlarni Alloh taolaning yo'liga boshlaganligimning badaliga sizlardan haq talab qilganim yoki mansab va yoki obro'y tama qilganim yo'q. Chunki mening ajrimni Alloh taolo o'zi beradi. U meni rozi qilishga yetarlikdir. Ey qavmim, sizlar nima uchun ma'oshlanmaysizlar? Nima uchun men da'vat qilgandan inkor qilasizlar? Ey qavmim, unda qilmanglar. Alloh taologa osiylik qilishdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar. Shunchalik chiroyli va o'g'irlik vaziyatlardan keyin Nuh alayhissalomning qavmining javobi: "Ey Nuh, sana eng tuvan tabiqadagi odamlar agashgan tursa, biz sana iymon etamdiq" deyishdan iborat bo'ldi. Chunki ular Nuh alayhissalomning o'g'irlik so'zlari, qoyil qilarlik nasihatlari va haqqoniy da'vat oldida uning qarshi chiqish uchun boshqa hech qanday sabab topolmagan. Faqat uningga jamiyatning tuvan tabiqlardan bo'lgan fikrlarning va ojizlarning ayshib ketayotganligini bahona qilib ko'rsatgan. O'zini qaltis chog'lash va Alloh taolaning badinlariga takabburlik qilish insonni azg'unlik patqoqlarga ittirdi. Uni nurg'ulg'an yaxshiliklardan mahrum qildi. Nurg'un kishilarni hidoyatdan mahrum qilgan narsa takabburlikdir. Takabburlikdan iborat bu illat qadimda iblisni Alloh taologa osiylik qilishga ilib borgan bo'lsa, tarixdan beri hozirgacha nurg'ulg'an kishilarni to'g'ri yo'ldan adashtirib kelmoqda. Iblis o'zining o'tdan yaratilganligidan mag'rurlanib, tuproqdan yaratilgan odamga hurmat sezishni qilishdan bosh tortgan bo'lsa, ayni vaqtdagi Quraysh arablari payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga Suhayb, Bilal qatorliq 10 tabiqadagi fiqir kishilarning agashganligini bahona qilib, uningga iymon etishdan bosh tortgan. Nuh alayhissalomning qavmi o'zlarining iymon etmasligiga ana shunday arzimas bahonalarni ko'rsatdi. Ular Nuh alayhissalomga bahona ko'rsatdiki: "Ey Nuh, sana ya boyliqda, ya obro'y shuhratda va yoki mansabda o'rni yo'q fiqir va ojiz odamlar iymon etib agashgan tursa, bizmi sana iymon etib, ashlar bilan bir safda bo'lamdiq? Biz o'zimizni ashlar bilan teng qilamdiq. Biz yuqori tabiqadagi odamlar tursak, qandoqmi o'zimizni ular bilan teng qilamiz?" Nuh alayhissalom ularga raddiya berib dediki: "Men ularning nima qilayotganligini bilmayman. Men ularning qiladigan ishlarini, nasablarini va martabalarini surishtirishga buyurilgan emas. Faqat ularni iymonga da'vat qilishga buyurilganman. Men buningga hammalarini o'rtaq da'vat qildim. Ular bu da'vatni qabul qilib, Alloh taologa iymon etdi va menga ergashdi. Ularning amallaridan hisob olish Alloh taoloning ishidir. Agar sizlar bu haqiqatni bilgan bo'lsanglar, ularning menga ergashganligi sababli menga qaymagan bo'lardinglar
va sizlarmi menga ergashgan bo'latdinglar. Men mening da'vatimni qabul qilib iymon etgan mu'minlarni hargiz yenimdan qo'g'lab etmayman. Mayli ular peqir bo'lsin, mayli ajiz qul bo'lsin, ularning hammasi mening yenimda hurmatlidir. Boy bilan peqir, qul bilan xo'jayin, kuchlik bilan ajiz mening yenimda barobar. Kishilar faqat taqvoligi va yaxshi amallar bilanla bir-biridan ortiq bo'la oladi. Mening vazifam faqat dinni tushunishlik qilib, ochiq-oshkor yetkazishdir. Ularga bu so'zlarning foydasi bo'lmadi. Ular Nuh alayhissalomga tahdid qilib, agar sen bu da'vatingdan yanmasang, bizning ilohlarimizni ayblashni to'xtatmasang, biz seni chalma kesak qilib o'ldiramiz dedi. Nuh alayhissalomga qavmining bu qilmishlari haqiqatan og'ir keldi. Ularning iymon etishidan umidi butunlay uzildi. Shuning bilan Alloh taologa munojat qilib, "Ey Robbim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. Sen ular bilan mening oramda hukm chiqargan, meni va men bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqizgan" deb duo qildi. Alloh taolo Nuh alayhissalomning duosini ijobat qildi. Natijada Nuh alayhissalom bilan uningga ergashgan mu'minlar